الدوري السنه دي تغفيله العمر. الناس بقى عماله تشتمني في اللايف كأن انا اللي عمال اعمل الاجوال لامام عاشور، كأن انا اللي شط الفاول مكانه وسام. فيها يا جدعان؟ لا اله الا الله. قبل اي كلام بس انزل اعمل اللايك الجميل وصلي على النبي وتعالى نتكلم. الاهلي خد الدوري السنه دي ضربه على القفا. الاهلي غفل الكل، الاهلي اشتغل الكل. فرقه زي بيراميدز بالراحه بقى، بعيد بقى عن محكمه دوليه وبعيد بقى عن الهبل اللي هم قعدوا عملوه، قعدوا فرحهم ويجروا ومش عارفه ايه. انت راجل باقي لك 4 ماتشات وتاخد الدوري. انا بتكلم دلوقتي على بيراميدز، انا راجل زملكاوي. يا عم انت مش مطالب انك تشجع بيراميدز يا جدعان، ما تعقلوا. لا يا عم انت راجل زملكاوي بتشجع بيراميدز، مالكش دعوه بيا. انا زملكاوي ما بعرفش اشجع حد، انا ما بشجعش بيراميدز يا عم. هو انا عشان ما بشجعش بيراميدز ابقى بشجع الاهلي او ابقى عايز الاهلي ياخد دوري؟ هو ايه الهبل والعبط ده؟ نادي هجين زي بيراميدز ده انا مش هستفاد حاجه لما اشجعه. والله خد بقى دوري، خد. بص اللي خد الدوري خد، انا لا يشغلني مين خد الدوري ولا يشغلني مين احتفل ولا يشغلني مين ما احتفلش. انا هنا بتكلم على ان مش هينفع تساوي الاسد بحمار. افهمك؟ مش هينفع تساوي كيان بعشه. بيراميدز مش هينفع يتساوى بالاهلي. لو بيراميدز حط راسه براس الاهلي فهو خسران 100%. انت راجل باقي لك على الدوري 4 ماتشات بالراحه. واحد اللي امشي معايا كان يا عم راجل عبيط. انت فارق 4 بونت وباقي لك 4 ماتشات، انت مش عارف تحافظ. انت اهبل، انتوا ناس هبل، انتوا ناس عبط. رايحين تنغلبوا ماتشين. دوري ايه ومحكمه دوليه ايه وكاس ايه اللي انتوا رايحينها؟ وربنا لو رحتوا محكمه الاسره ما تستحقوا ان انتوا تاخدوا حاجه. قعدتوا طول السنه اول الدوري، جيتوا في اخر اسبوعين اديتوه للاهلي. فاحنا بنتفرج على الماتش لايف يا جدعان وبنتكلم على الاجوان وصباح الفل الدنيا جميله. قال لك انت لابس احمر. يا عم انا لابس شيرت ليفربول من سنه 70 يا عم. يا عم انا لابس شيرت ليفربول من سنه 70 يا عم. انت لابس احمر ليه؟ كميه شتايم بقى وكأن انا الجون بتاع فاركو باين، وناس عماله تكتب لك ده بيسيب، وناس تشتمك مش وانتوا يا جدعان يعني الجهل والغل اللي عندكم بتطلعوه في اي حاجه؟ هو انتوا بتطلعوه في اي حاجه يعني ولا ايه؟ مش فاهم. الاهلي خد الدوري رقم 200 رقم 300. الاهلي عاند السنه دي وحط الدوري 1000 راس عشان بيراميدز بالذات، والزمالك اتساق ورا بيراميدز. الدوري. انت راجل النهارده لا يشغلك مين خد الدوري، طالما انت مش بتنافس مالكش دعوه مين بينافس عليه. عيب اما تبقى نادي باقي لك 110 سنه في الدنيا ويجي عيل بشخ عنده 6-7 سنين يجرك وراه ويضحك عليك الناس بالمنظر ده زي بيراميدز ده. عيل لسه مواليد بقاله 8-9 سنين وجرك وارفع شكوى وارفع انت كمان. يا عم انت بص نتكلم دغري. محكمة الدولية فض المنازعات، الكاس لو شم ان في ريحة 1% من ان الاهلي اتحاد الكرة مديله الدوري كانت وقفت القرار اللي جه امبارح. اتحاد الكرة كانت وقفت الاحتفالات وقال لك الدوري يتلعب لحين الفصل ونعرف مين بطل الدوري. انما هي لغت الكلام ده امبارح. لغت الكلام ده لان اتحاد الكرة بعت امبارح من الاخر ان الاهلي كان مقدم على حكام اجانب، والاهلي ماضي والزمالك ماضي وبيراميدز ماضي ان الدوري يتلعب بحكام اجانب. فجه اتحاد الكوره قال لهم انا مش هجيب حكام اجانب، فالاهلي قال لك انا مش رايح لان انا مضيت. فكره بقى ان يتخصم منك 3 أو 6، المحكمه الدوليه تخصم 3 أو 6 لو الدوري ماشي عادي في البروفيشنال بتاعه الطبيعي، الدوري ماشي طبيعي. انما الاهلي اتحاد الكوره يعني راح قال انا اللي غلطان يا جماعه. اتحاد الكوره بعت للمحكمه الدوليه قال لهم يا جماعه انا اللي غلطان، الاهلي مش غلطان ولا بيراميدز غلطان، انا غلطان انا ورابطه الانديه، فاحنا هنا اللي نشيل غلط. فالمحكمه الدوليه بعتت خطاب امبارح قالت لبيراميدز انت عليك مواصلاتك واحنا علينا انبساطك، ادفع يا باشا المواصلات بتاعت الطعن والليله دي ونبقى نشوف. بعدها بساعه جه القرار في اتحاد الكوره
الدوري يمشي عادي وتكمل احتفالات وسلم الدوري. هنبقى نقول امتى دي بقى؟ حين ميسره. من الاخر انا بجيب لك دغري، الاهلي بطل الدوري سنه 2025. سيبك من الهجص، سيبك من الهجص. انت بقى انت كونك كزملكاوي انت مستفاد ايه من ان الاهلي خد الدوري او بيراميدز خد الدوري؟ انت في كلا الحالتين ما انتش واخد حاجه. انت ما خدتش كيلو طماطم، فبره عنك الليله دي. انت نادي عريق وتاريخ كبير في الكوره. انت نادي عمره 110 ولا 115 سنه، انت فاهم يعني ايه؟ نادي عندك 5 افريقيا، تاني اكبر نادي في القاره. فانت نادي كبير متغر وجايب ناس لمصالح شخصيه زي الاخ ميدو وممدوح عيد اللي ما بينهم علاقات وما بينهم شراكه في اكاديميات بره، واتصل والزمالك بيان والاهلي بيان وبيراميدز بيان. يا جماعه عيب، يا جماعه يا جدعان، عيب يا جدعان. انا برضو هنا مش بتكلم مين خد الدوري ولا مين يستحق ياخده ولا مين ما يستحقش ياخده. انا راجل زملكاوي ماليش دعوه مين هياخد الدوري. انا طول ما الزمالك ما بينافسش على البطوله انا مش مستفاد شيء من الكلام ده كله. انا مش مستفاد اي حاجه من الكلام ده كله. فالناس عماله تشتم والناس عماله تتكلم. دي الاهلي اخر 5 ماتشات ضحى بمدير فني وهو داخل على حدث عالمي وبطوله عالميه، وهفضل اقول لك الكلمه دي، ودي جراءه، دي جراءه من مجلس اداره. جه الاهلي داخل على كاس عالم للانديه وبيحضر ملف صفقات ومين هيمشي ومين هيقعد، والمدير الفني طبعا اللي بيحدد الكلام ده كله، والقوائم بتاعت هنا والقوائم بتاعت محكمه البريد المصري والقوائم اللي راحه الساحه الشعب. فقال لك يا عم مشي كولر، يا عم كاس عالم للانديه. قال لك كولر لازم يمشي. جابوا راجل بسيط محترم، لا بتاع شو ولا بتاع لغط، ولا عمره طلع تصريحات ضد حد، ولا عمره قصف جبهه كذا. ككوني زملكاوي فما شفتش من عماد النحاس حاجه. جابوا راجل قالوا له امسك ال5 ماتشات دول، ديرهم. كسب ال5 ماتشات. انت بقى يا بيراميدز يا اهبل راح تقع قدام البنك وفاركو وعايز تاخد الدوري، وجارل معاك ناس زملكاويه اصل هو يستحق. يا عم انا ماليش دعوه مين يستحق، انا بقى مش شغال في الحريه والعداله. انا ماليش دعوه بقى. انا فرقتي ما خدتش الدوري، انا فرقتي ما نافستش، ماليش دعوه. اركز بقى في ناديه، اركز في الزمالك، اشوف انا محتاج ايه الموسم الجاي عشان انافس، الدنيا فيها ايه. انما هنفضل مجرورين وراهم يا جدعان ومتساعين. الاهلي لبسكوا خازوقين النهارده. طبعا الناس اللي ماشيه ورا بيراميدز مش الناس المحترمه اللي فاهمه كوره اللي عاقله. الاهلي اداكوا النهارده على قفاكوا واحتفل بالدوري، وكل العالم عمال ينزله الف مبروك على الدوري، وكله يعيش الوهم والدوري في الجزيره، وكله يتقندل والاهلي ياخد الدوري. هو ده يا جدعان. والناس بتزعل من الحقيقه. هم بقى عمالين طول اللايف داخلين شتايم وده ايه يا عم، في ايه يا عم؟ لا 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 الله. الناس محسساني ان انا اللي كنت بشوط الكوره. الناس محسساني ان انا جبت 6 جوان. ايه يا جدعان هو انتوا هبل؟ الناس بقت هبله للدرجه دي؟ لا لا الا الله. قسما بالله في النهايه الاهلي خد الدوري، وامام عاشور خد هداف الدوري، وزيزو راح الاهلي، واحنا عمال نغلط واحنا عمال نشتم، والزمالك متروب وعمال ينزل لتحت ومفيش جديد. هما بيبصوا لفوق واحنا عمال نغرق. طب والحل ايه يا عم ميدو؟ الحل يعني الحل الايام الجايه يبقى فيها ايه؟ عايزين نفهم. فلو الحلقه دي عجبتكم انا مش هقول لكم بقى، انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. احلى ناس في الدنيا.